Oh my god. صار لي ساعة أصور 7 دقائق وانمسح التسجيل. I'm devastated الصراحة. كنت عاد أقول هاي كاميرا جديدة أوكي، فالمفروض تلحقني. عاد تلحقني؟ استغفر الله. شو بالله؟ أوكي لا هاي تروح لي هناك مكتوب gimbal recentered. الحقيني، المفروض تلحقني. أي عاد تلحقني. والله انقهرت على هذاك التسجيل. أني اليوم بالبيت لأنه I'm not feeling very well الصراحة. عندي قحة. عندي قحة يوجعني تقريبا. عندي فلاونزا أعتقد، أو نزلة برد يعني. أوكي فشنو ضليت بالبيت. أريد راح أسوي كفتة. زين أنا عشت بالأردن شويونة مع أهلي يعني أكيد، وتعلمت على أكلهم يخبل. أكل الأردنيين يجنن. هو أهل بلاد الشام كلهم أكلهم يخبل. راح أسوي كفتة. زوجي هم يحب الأكل الأردني، وهو ما زاير الأردن ولا زاير العراق، هم يحب الأكل العراقي كلش كلش. تعرفون من أصور أوكي أكتشف شغلات عن نفسي جديدة. هذاك اليوم اكتشفت انه اني اظل اقول اوكي، او اصلا كنت اعرف هذا الشيء الصراحة اعتقد، بس او زين اقول بنهاية الكلام. ما اعرف ليش، تعويد اعتقد. دان اشترى لي حذاء تكرمون هدية، ما من وراها جزية، بس ابد مو ستايلي. ما اعرف هذا الرجال مرات يشتري لي شغلات يعني غريبة الاطوار، واقول شلون هذا فكر انه اني راح البسها. anyway of course يعني المشكلة انه هو يعرفني حيل، كلش يعرفني زين. فاول ما فتحت الهدية قبل ما حكيت بعد والله العظيم ولا دا اقول شكرا الله دا كذب، بس اكتشفني قبل كان شو يقول، قال don't worry I have the receipt. يعني لا تقلقين يا عزيزتي عندي فاتورة الشراء. زين يا بي. خلاص شو اسوي انا يعني فاضحني وجهي، شو اسوي يا ربي. فراح اروح على المحل اشتري ارجعه واجيب لي حذاء ثاني اذا لقيت. اذا ما لقيت راح ينطوني جيفت كارد. لانه شنو شغله ثانيه، دنس طلع مضيع فاتوره الشراء، والحذاء يعني مو رخيص، فاعتقد يعني هم هذول المحل راح ينطوني جيفت كارد. I'm pretty sure. يا رب ما اكون يعني too hopeful على قولتهم. هاي لازم اخليها بعد. زين لمن احز واحتاج حنيه. يلا الحقيني عافيه، الحقيني بعد. والله خوش داري، خلي اديرك. زين شنو بعد لازم اجيب احط بالكفته؟ طماطم بدي احط طماطم، وبدي احط فليفله. زين راح اغسلهم هذول اول شيء اكيد. هاي شنو دن هنا حاط؟ هاي باذنجان. اوكي لازم استعملها قبل لا تخيس. بعد اريد لي، يحتاج لي كرافس. هذا ما يكفي، هذا كرافس. ايه زين احسن شيء اسويه انه اني اشتري كرافس اقصقصه، او دنس يقصقص لي هو بعدين افرزنه. احسن شغله بالحياه هاي. زين خلينا نغسل لنا كم فليفلايه هذولا. احب اني شو اسمه طعم الفليفله حيل طيب، فراح اقصقصهم، بس يعني ما اعرف ايش كبر الوحده اسوي. هذولا هم خلي اغسلهم. مو المفروض تلحقيني؟ شو ما قلتي تلحقيني؟ هسه رجعت ترى. اشاره شنو كاتبت لي؟
الله. هلو سارة. وات او ماي جاد، اني مطفيه كنت من حكيت وياك. باكر نيويرز ايف، يعني انتي انكل نيويرز ايف لو نيويرز داي؟ خليني اسمع التسجيل مالتك. اند واو ذات لوكس اميزنج. هاي منو المرتبه اللي مسويتهم ها؟ صورة الغدا مالتها اني مسويته. الله، خليني اسمع صوت هاي البنت. رثنا العراقي عد وانا عد. احب هاي الاغنيه. عد وانا عد ونشوف. عد وانا عد ونشوف يا اكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مظلوم. هاي البنية اسمها يسر مقداد، حلو حسابها. وقلبي مهموم. أنا أحب المقطع اللي وراها. قال يمي وخاف عليك وتدورك أمك، وش بسواد العين بصفيها ضمك. ويلي كافي عاد. هسه شنو؟ قصقصي كده. وينك انتي ثولا؟ هنا اني حبيبتي، انا هنا، انا هنا. نزلي نزلي. هنا اني. مو تشيلين عينك من علي، استغفر الله العظيم. شكلي يعني لازم انطيها دروس الكاميرا. شوفوا ايش قداتهم صغار. هذا البصل هسه عاد انتظره. جزء لازم احط عليه ملح شوي هنا. انتظر يطلع الماي مالته. هذيك البنيه اللي تحط ملح هالقد كذب، ترى الملح يملح. هسه تقولون انت ايش قد حطيتي؟ مو كود راح يطلع الماي مالته. ترى ما يصير واحد ياكل ملح هوايه، ملح يرفع الضغط. الملح ترى هذا، ومو بس هذا الملح اللي انتم تاكلوه، ملح اكو بشغلات كثار انتم تاكلوها ما تعرفون. مو بس هذا اللي تحطوه بالاكل عبالكم. يسوي ضغط، الضغط يسوي سكتة، الضغط يسوي جلطة، الضغط يخرب مالكم الكلى. فديروا بالكم. اليوم يوم 30/12. ما اعرف شنو مخططاتي للسنة الجديدة. اعتقد ولا ما اعرف شنو انجازاتي السنة اللي راحت الصراحة. شنو انجازاتي السنة اللي راحت؟ تحولت، هذا انجاز. ما تطلقنا من ورا التحويلة. حصلت شغل جديد زين بالنسبة لي، الف الحمد لله. دنس تخرج. واو، اكو انجازات كثار كنت ناسيتهم. قمت اقرا كتب اكثر. تعرفت على ناس جداد صاروا كلش قراب من عندي. مرات مو الا واحد نكون نعرفه فترة طويلة حتى يكونون اصدقاء حيل. سبحان الله، مرات تشوفون ناس قبل يو كليك يعني شغلة هيك تصير ويو كليك 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 كليك. اشتريت معالق جداد. لا هذا مو انجاز. زين، شوفوا شلون المية يطلع منها. هذا راح اصفيه. راح ايدي يصيرون بصل قبل ما اروح على الشغل، اروح على السوق. بعدين اني عندي اصلا وين اللحم؟ هذا اللحم جبته من الكردي. زين، هاي راح تصير طويلة التسجيلة. شو نداري؟ ضل على البيج. اوكي، هسه شنو؟ راح اجيب شوية من البصل لك هيجي واصفيه من الماي. حتى صافويه جوا حتى اذا ينزل ما يروح بالسنك. علاش علقه الماي اني؟ حتى يروح هنا. هتشوفون الماي عشان ينزل منه هيك. بالعاده بالاردن هم القصاب يسوي من هاي الخلطه، بس تقولوا له سوي لي كفته وهو يسوي كل شيء. ما اعرف ليش مرات العربي مالتي احسه زين، مرات احسه ما زين، يتغير. ما اعرف، يجوز حسب الجو. I don't really know. مرات القواعد مالتي تصير مخربطه. مرات تعرفين شو يصير معايا؟ مرات اريد اقول كلمه انسى شنو معناتها، فاقوم اجمع
حرفيا من كل لغة احكيها وتطلع معايا كلمة، والناس اللي حواليا يقولون ايش بيك انت، شنو هاي الكلمة اللي قلتيها؟ غريبة تصير كلمة كلش غريبة. انتم ما اعرف تضوجون اني كل فيديو بالمطبخ مالتي، ترى هاي مو حياتي، انا عندي حياة ثانية يعني. بس اكيد انه شلون اشوفكم هي ما اقدر اصور بالشغل لاسباب. هاي منو دازلي؟ حط اللحم، حطي كده، شمي كده زين. هسه راح احط هذه عليها همينة، جزء لازم اصغر كانوا بس يلا دن ما ضايق الحقيقة يا فعادي. زين راح احط طماطة بس ما كثير لان الطماطة يطلع منها ماي همين. كأنه عندي بهارات كفتة ما متأكدة، راح ادحق. ثوم ذكروني احط ثوم. راح احط هذول، راح احط 2 لانه اني صراحة احط 2 لو وحدة اصلا، بس راح احط 2. اني بطني تنفخ من اكل ثوم، تنفخ يصير عبالك وحدة حامل. بس للأسف يكون اكو كفتة بالبطن مو اطفال. انتم من تطمشون على الفيديو مالتي تكونون عاد تشتغلون لو تكونوا مسوين شاي وعاد تشوفوني؟ اريد اعرف، ما اعرف. انا هم اشوف فيديوهات ناس مثل هذا اللي انا قاعد اسويه، او فيديوهات احد مسافر، مثلا اكو واحد ولد اسمه نيكولاس زين رايح على العراق، شوف الفيديوهات مالته كلتهم طوال الوحدة 40 دقيقة، حطهم بالباك جراوند وطن ودنيس يطمش معايا حتى انه يتشجع يروح على العراق. مو اعلم هو خايف بس يعني انه هيك حتى اسوي له اجواء. عندي بهارات، هذا الباكيت بهارات ما مفتوحة، بهارات كفتة راح استعمل منهم. هذا اسمه كنكبراد بالسويد، هذا ينأكل، هو خبز مال تنخالة. اوكي كل شي ما تحتاج تجون تسوون، بس تطلعون وحدة وتحطون عليها زبد، تقدرون تاكلوه بوحده همينة. زين هالقد. سناك زين ما عدا الزبد. هالقد شريته من السوق، ما اعرف اعتقد من الليدل. راح احط بهارات الكفتة، كرافس احتاج، راح استعمل 2. اكيد راح احد يقول لي ليش ما شديتي شعرك؟ هو حلو عني، اذا طلعت شعراي عادي شعري. دن ما راح يقول شي، راح يشيلها ويقول لي وما يقول شي. خلاص ها كملت. هذاك اليوم اني اشوف فيديوهات ما مفيدة يعني، بس هم اشوف فيديوهات مفيدة. فواحد من الناس اللي اتابعهم من زمان اسمه الدحيح، هذا الولد كلش فيديوهاته حلوة ومفيدة، فيقعد يحكي على شغلات. اكتشفت انه الكلمة مالت السنة الماضية مالت سنة 2024 اسمها برين روت، يعني تعفن او فساد الدماغ. هاي اوكسفورد مسويها، يعني هم كل اوكسفورد اعتقد لو كامبريدج كل احط بعد كرافس لو لا اعتقد بعد لازم كرافس. كل سنة يضيفون كلمة للديكشنري اعتقد، ما متأكدة من معلوماتي فانتم تشيكوا معايا يعني لا تثقون بكل شيء اقوله. برين روت، برين روت يعني تعفن الدماغ. يمه ايش قد تخوف تعفن الدماغ، ايش قد ما احنا نظل نشوف هذول يعني فيديوهات اللي بلا فائدة، نقعد ندحق عليهم واحد عي يغسل مواعين لا يظل يشوفوني، او واحد عي يقطع طماطة هذول الفيديوهات هذول اللي تشوفون هيجي، او شغلات او احد عيدمر شغلات. هذول الفيديوهات اكيد تعرفون شنو قصدي من هسه قلت لكم. فاني خفت من قلت يا ربي خاف اني من هذول الناس. اكيد اني من هذول الناس، شنو خاف اني من هذول الناس؟
فكل ما اقدر احاول انه اشوف يعني اكون اكثر اوير، يعني واعيه بالشغلات اللي قاعد اشوفها. بس مو دائما انجح، لانه انا يعني انسان بالنهايه مثلكم، اضحك شغلات تافهه. سوري منكم، يعني جزء انتم ما تضحكون شغلات تافهه، بس فهمتوا قصدي مو بالله. دبس رمان، بدي احط دبس رمان. هذا دبس رمان اشتري من ابو بكر اللي بليدز، اسمه طيبه، كلش طيب. راح اجيب هذا نحطه هنا. هذا نحطه بالثلاجه. لازم الاقي مكان. انا الراحة شي صبر العاشق يا خالة، ولك شي صبر العاشق يا خالة. ضحكوا، عندي شغلة كلش زينة، ما أعرف إذا تعرفوها، أكيد تعرفوها، فلا تقولوا الآية عاد تتفلسف علينا. شغلة مثلا فتحتها، عندي هذني الشغلات أقدر أسدها بيهم. I love it. يعني أعرفهم من زمان أكيد من أنا صغيرة، بس من كبرت يعني وصرت بوحدي قمت أسوي appreciate أكثر. يعني appreciate يعني شنو والله appreciate يعني أقدرهم أكثر. خلاص وهيج أكون كملت. ما أعرف كملت الفلوج لو كملت فقرة المطبخ. هذا البنطلون اللي أنا لابسته راح أشوفكم هو كان كبير علي، يعني هيك ينصل لازم ألبس معاه شو اسمها، ينصل لي هنا. أنا جبت هذا البيت عندنا تمبل دراير، يعني منشفة ملابس. جايبة مالتي شو اسمهم اوريدي. منشفة الملابس هذه يا جماعة تصغر شو اسمهم، وأنا ما كنت أعرف. منظفة الملابس تصغر الهدوم، بحيث هاي أول مرة هيجي ضاب علي هو. شكلها صغرته، بس يلا ما مصغرته حيل بحيث صاير ضيق، which I don't like. Okay, that's it really. يلا أشوفكم على خير. راح أنهي الفيديو هنا، بس إذا طلعت وشفت شي حلو ما أعرف إذا راح أخذ الكاميرا، أتكاسل الصراحة. الفيديو هذا راح ينزل يوم راس السنة، يوم 1/1، لأنه أنا كل خميس. بس إذا تحبون إنه الفيديو أنزله بأوقات ثانية مناسبة أكثر إلكم، قولوا لي همينة، يعني انصحوني. anyway كالعادة أريدكم تسوي لي لايك، سبسكرايب، وتعلقون، كل هذول الشغلات، يعني ما كل مرة أذكركم. واهم شيء تقولوا لي شنو رايكم بالكاميرا الجديده، حبيتوها؟ انا حبيتها، عاد اشوف انه اللون كلش الوان جميله مثل ما عاد تشوفون. هاي زرعايه شفتكم هي مو بالله تخبل تجنن. that's it, peace out.